بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وانتم طيبين وكل رمضان معانا وانتم بخير يا رب. حبايب قلبي، النهاردة طبعا أول فطار لينا، مش سحور يا جماعة، احنا عملنا نزلت السحور امبارح. فالنهاردة أول يوم فطار لينا بعد طبعا فترة كتير. احنا كنت موقفة القناة أو مش بنزل بشكل دو يعني مستمر عليها. فالنهاردة إن شاء الله هنزل معاكم أول يوم فطار رمضان لسنة 2024. خلاص، النهاردة طبعا أول يوم رمضان يا جماعة. الناس كلها متعودة تعمل محشي، فرمضان بقى وكده فلازم ان يبقى الواحد ايده في كل حاجة. يعني بجهز التخديع بتاع المحشي، وفي نفس الوقت هعصج لحمة معايا علشان هعمل جلاش معاكم برضو. خلاص، هنا احط البصل على العين، والبصلة برضو بتاعت المحشي على العين التانية. تمام. هنا طبعا هنزل يعني حطيت البصلة. اول ما تبدأ تدبل معايا كده هديلها تتبيلة كده علشان ريحة البصل. ده البصل الجديد يا جماعة بتبقى الريحة بتاعته صعبة شوية، فهحط شوية. أول ما الريحة بتاعته تروح هنزل باللحمة بتاعتي، اللحمة المفرومة، عشان تتعصج، علشان يتبالوا مع بعض. خلاص. طبعا هو مش اختراع يا جماعة، كلكم شاطرين وعارفين يعني الحاجات دي بتتعمل ازاي او تعصيج اللحمة ازاي، بس يعني اهو بناخد افكار من بعض وكل واحد له طريقته. طبعا هنا انا حاطه البصل على العين التانية لان انا مكتره بصل شويه للمحشي، فبياخد وقت معايا شويه في التحمير. هحمره طبعا مش هدبله، علشان كل ما بتحمري البصله شويه بالذات للمحشي بيبقى تخلي المحشي معاكي اطعم. غير لما تكون البصله يعني ايه، مش شوحه كده، تشويحه خفيفه. هنا اللحمه بتاعتي معايا اهي، واول ما تبدا تاخد اللون معايا هقطع قرنين فلفل. برضو هزود فلفل في العصاج بتاع اللحمة يا جماعة. هنا البصلة خلاص كانت احمرت، وهنزل بقى بالطماطم بتاعتي وهتبلها. وعلى ما تتسبك برضو هشتغل في كذا حاجة معاكم كده، علشان انتوا عارفين رمضان بقى وصيام، بالذات يا جماعة الوقت بتاع العصر ده بيبقى يعني الواحد بيبقى مضغوط، يعني بيعمل كذا حاجة وتحس ان الوقت مش مكفي. سبحان الله. انا طبعا حطيت الملح وحطيت شوية سكر صغيرين وهسيبهم، وهتبل بقى اللي هو الملح، وحطيت الملح وفلفل وكمون وكزبرة، وهسيبهم على النار يتسبكوا على النار. خلاص، هنا كانت اللحمة دبلت معايا بالبصل شوية، فقطعت كده قرن فلفل تقطيع صغير، وهكمل يعني يعني اللحمة هتكمل تعصيجها بالقرن الفلفل معاه. هتبل برضه، هحط الكمون والفلفل الاسود والكزبره. دي التوابل بتاعتي يا جماعه، دي التوابل الاساسيه اللي انا بشتغل بيها على طول زي ما قلت لكم. وهحط شويه ملح بسيطين، يعني ايه علشان ما كترش ملح، لان الجلاش اصلا من الحاجات اللي ما بتقبلش الملح معانا. هنا هتبل بقى خلطه المحشي وهسيبها تتسبك. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. النهارده طبعا زي ما قلت لكم هنعمل معاكم اكل خفيف كده، يعني ينفع بقى في عزايم. كل واحدة ممكن تاخد فكرة لعزومة، جايلك حد حابة تعملي تجديد تغيير. لا عندها برضو افكار يا جماعة تكتب لي في التعليقات. وهنا خلاص انا كده شغالة معاكم في خلطة المحشي والعصاج بتاع اللحمة المفرومة، عشان زي ما قلت لكم هعمل لفة جلاش، صينية جلاش كده اول يوم. الناس كلها طبعا اول يوم، معظم الشعب المصري زي ما بيقولوا كده بيعمل بط اول يوم. بس أنا النهارده هعمل فراخ يا جماعه. انا طبعا غسلت الفرخه، اهم حاجه الغسيل بتاع الفراخه، وشطفتها ونضفتها جدا، وعملت لها الفتحات علشان لما اقلب الخلطه بتاعتنا، يعني الخلطه عليها تتشرب وتاخد من التتبيله بتاعتنا. هنا حطيت شوية خضرة من بتوع المحشي، قطعت خضرة محشي أخدت شوية، ومعايا واحدة بصل، ومعايا قرن فلفل، ومعايا وحدتين طماطم وفصين توم. هفرمهم طبعا في الكبة يا جماعة، وهحط لهم التوابل اللي قلت لكم عليها، فلفل وكمون وكزبرة. خلاص، كزبرة ناشفة. هنا طبعا هحط معايا علبة زبادي. انا هحط علبة زبادي يا جماعة على الخلطة ديت علشان تطر الفراخ معايا وتخلي الفراخ معايا طرية كده من بره. واهو تجديد. حابة بقى تضيفي حبة صويا صوص ضيفي، انا هعملها كده المرة دي، وان شاء الله كل مرة يعني هحاول اجدد في التتبيلة بتاعتي.
هسيب الفراخ معايا بقى في التتبيله دي او في الخلطه دي تتنقع على مهلها كده، يعني هتاخد حوالي يجي ساعه على ما اجهز المحشي واعمل المحشي بقى. علشان انا هعمل طاجن ورق العنب وهدخله الفرن يا جماعه، يعني انا هدخله الفرن مع الفراخ والجلاش كله يدخل مع بعضه كده. احسن حاجه ان انت تحط كله مع، يعني ما تشغلي الفرن وتحط كل حاجه، بتحس ان انت الفرن انجز معاكي وخلصت الاكل بتاعك بسرعه وما حسيتيش بالتعب. انا هنا طبعا جهزت الطاجن بتاعي على اللي هدخل فيها اللي هحشي فيه الورق العنب، وطبعا حطيت له الفرشه بتاعته، يعني واحده بصل طماطم على شويه العروق او العنوش اللي هي بتاعت الخضره، قطعتها برضو كده بتعمل ريحه حلوه. وهلف بقى طبعا الورق. هنا طبعا يا جماعة انا حطيت قلبت بقى، كنت غسلت كده كوبايتين رز وحطيت شوية الخضرة على التخديعة بتاعتي اللي انا كنت مخدعاها ووريتها لكم دلوقتي. ولفيت طبعا الورق العنب بتاعي في قلب الطاجن. هحط له بقى اظبطه كده وادخله الفرن علشان يعني الفراخ كده يا جماعة خدت لها حوالي ساعة في الخلطة اللي انا عاملاها معاكم. يعني خدت حوالي ساعة يعني في الخلطة اللي أنا عملتها. هنا طبعا أحط واحدة ليمون كده علشان الليمون يعني بيقلل ما بتيجي تاكل كده الورق العنب، بيخلي فيه مزازة علشان مخليكي ما تشربيش مية كتير. خلاص. طبعا دول معلقتين. انا طبعا ما كانش عندي شوربه. عندي معلقتين صلصه من برضو من تخديعه المحشي، كنت شايلاهم حطيت عليهم كوبايه ميه وسقيت بيهم الطاجن بتاعي. حطيت كده معلقه سمنه بلدي على الوش، وهغلف الطاجن بتاعي بقى وهدخله الفرن. كده خلاص يعتبر اول حاجه معايا خلصت، اللي هو طاجن الورق العنب. وطبعا الفراخ بقى انا هولع الفرن دلوقتي، هحط طاجن ورق الطاجن ده معايا، وهحط الصينيه بتاعت الفراخ. طبعا انت ما بتشغل الفرن وبتحط فيه كل حاجه بتاعتك بتحس بالراحه، بتحس خلاص ان انت يعني قصر معاك الوقت وانجزتي وعملتي يعني ايه، خدت وقت قليل جدا في طبيخ بتاعك او في الاكل بتاعك. هنا طبعا هعمل بقى لفه الجلاش. اللحمة أنا عصقتها معاكم، وطبعا هدهن الأول الصينية بتاعتي سمنة. أنا بحط سمنة على زيت يا جماعة، ليه بقى؟ علشان الزيت بيخلي الجلاش بتاعي ناشف ومقرمش وبخليه خفيف كمان في الأكل. ما بعملش يعني الجلاش بالسمنة خالص. خلاص. هنا طبعا هفرش كده كل رقة أو كل واحدة كده وهدهنها بالزيت. ليه بقى؟ عشان كل ما بتدهني رقة وتدهنيها بالزيت بخلي معاكي الجلاش طبعا زي ما قلت لكم مقرمش وخفيف ومش معجن كده من النص بتاعه او من جوه مبقاش معجن. خلاص. انا هعمل نص الكمية اللي معايا، وهنزل بالعصاك بتاعي او اللحمة اللي انا عصقتها، وهنزل تاني بالكمية التانية. طبعا انا على قد ما اقدر ان شاء الله هحاول ان انا يعني انزل لكم اكلات معانا برضو تاخدوا منها افكار لعزايم وحاجات لرمضان. طبعا انا النهارده ما يعني نسيت خالص، يعني ما بلتش اللي هو البلح. انا عملت عصير مانجا وحبيت كده يعني ابدا بعصير المانجا النهارده، وما عملتش عصير اللي هو الخشاف. طبعا كوبايه لبن عليها بيضه وعليها شويه توابل عشان الزفاره، وهنزل بيهم على الجلاش بتاعي. انا كنت ولعت الفرن كده وحطيت الطاجن كان جوه الفرن، وكان صينية الفراخ في الفرن، وما كانش خلاص غير الجلاش بتاعي. حطيت شوية حبة البركة كده على الوش يعني ادي لها تزيين. حبيت اعمل بقى شوية شوربة كده، شوية شوربة. موجود عندك لسان عصفور ماشي، شعرية ماشي. على فكرة الاتنين بيقضوا نفس الغرض والاتنين نفس الطعم. خلاص. هنا يعني بتحمريها كده وحطيت لها واحدة بصلة واحدة طماطم وشوية شوربة، كوباية شوربة أو كوباية مرقة، وحطيتها على النار وحطيت لها ورق اللورو واستوت. سبتها تغلي غلوتين وخلاص استوت. هنا الأكل بتاعنا بعد ما طلع بقى. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل رمضان وانتم بخير وبصحة وسلامة، وربنا يتقبل قيامنا وصلاتنا وصيامنا، ويا رب اجعله في ميزان حسناتنا يا رب. طبعا انا كان في شويه محشي خلطه عملتهم كده، طلعت شويه ورق كرنب، عملت حبه صغيرين. ده اكلنا النهارده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه.